السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما على خير؟ يا ربي تكونوا على خير وبخير ونلقاكم هذا الفيديو بالصحة والسلامة وطولة العمر. موضوعنا اليوم وحلقتنا اليوم على الفيتامين دي وعلى سن الخمسين. هاد سن الخمسين اللي كنعانيو منه حنا النساء ملي كنوصلوا لهاد المرحلة هادي وكنكونوا انا يا ريت شي حد وراني هاد الشيء من قبل ونصحني من قبل، لحقاش واخا كنكونوا قاريين واخا كنكون عندنا معلومات ولكن كما كنقولوا حنايا ملي كتشوف شي حد دار واحد الحاجه وجات معاه ووافقاتو انت كتمشي ليها ديريكتومون وكديرها وكتجربها وكتقول نشوف حتى انا واش غتوافقني ولا ما توافقنيش. قبل ما نبدا الموضوع وقبل ما نبداو على بركه الله ونوريكم التغذيه اللي ساهله وعندنا في البيت ديالنا وبعض الحويجات اللي هما ساهلين وحنا متغايدين عليهم، ما كاين اللي ما عاطيهمش اهتمام. قبل ما ندوز هذا الموضوع هذا غادي نشكر واحد البنيته طلقتني في مرجان، بقات كتقول ماما كتجرها كتقول ماما 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 كدير لها بحال هكايا. منين تلفت هكايا كنلقى البنيته كتقول ماما هاد خديجه ستوري. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. بداو الناس تيعرفونا، بدات القناه كتكبر، بداو المشاهدين عندي مشتركين عندي كيكثروا. هذا بفضل الله وفضلكم وفضل المتابعه ديالكم ليا. وصراحه الفيديوهات ديالي كلهم لقاو واحد اقبال زوين وكيجيوني عليهم تعاليق زوينه كيقولوا لي استمري في هذه المواضيع هذه لحقاش كتفيدينا وكتجيب لنا نصائح اللي هي زوينه. نمشيو على بركه الله الموضوعنا ديال اليوم اللي هو موضوع زوين ويا ريت ديروه وديروا به لانه ساهل وفي متناول الجميع. كما كتعرفوا اول حاجه اللي كتدهور الصحه وهي الاستروجين. هذا الاستروجين ملي كيقل من الذات بعد استشاره ديال الطبيبه ديالي عاوتاني اللي كان نعطيها التحيه من هذه القناه المتواضعه ديالي الدكتوره نجاة الدحماني. ملي كتبقى تشرح ليا بحال هذا الشيء يعني كناخذ بعين الاعتبار وكنشوف داكشي اللي كتقول ليا راه هو في الصالح ديالي، ودابا جيت نقول لكم لان هو غيكون في الصالح ديالكم. اول حاجه وهي الرياضه، ولا ما كديريش الرياضه على الاقل تمشي. هذه قالتها لي، قالت لي تمشي لان المشي فيه بزاف ديال المنافع للصحه وشرب الماء. وعاوتاني قالت لي النعاس، يعني ما تبقاوش تسهروا بالليل، حاولوا تنعسوا ديك 6 ولا 8 الساعات ديالكم اللي خاصكم تنعسوها. بحكم دابا هذا الهاتف اللي تبلينا به وكنبقاو بعض المرات كنسهروا. انسان يسهر مره ولكن ما يسهرش ديما، لان السهر كيرهق الصحه، كيرهق البشره، كيرهق القلب، كيولي الانسان في واحد الحاله متدهوره. والله العظيم شوفوا بلا كذوب بلا حتى شي حاجه، اي حاجه جبتها لكم كنكون انا جربتها ودرتها والحمد لله والشكر لله عطاتني واحد النتيجه في الصحه ديالي. حيدت عليا ديك الهبه الساخنه اللي كنقولوا عليها حنا الكربه، حيدت عليا العيا. هاد الحوايج اللي غنقول لكم جيبوا ورقه وستيلو وقيدوا باش ما تنساوش. بالنسبه لهاد الهشاشه العظام والفيتامين دي، دابا الحمد لله راه الصيف وكاينه الشمس، يمكن لكم تمشيو للبحر تشمشوا وتاخذوا حتى داك الماء ديال البحر تعطيوه تضربوا برجليكم في داك المواج ديال البحر حتى هي راه زوينه. والاكل غتاخذوا هذه غتكون عندكم معتمده، غتكون عندكم في الصباح وفي الليل. كاين الناس اللي ما غيقدوش عليها غتجيهم شويه ثقيله وشويه زهيمه، ولكن راه المنفعه ديالها وراه مذكوره في القران راها جيده. انا كنتمنى يا ربي هذا الفيديو تبارطاجا لان كنشوف بعض الفيديوهات ما كيتبارطاجاوش، ولكن هذا الفيديو بالاخص بغيتو تبارطاجا. الله يجازيكم بخير.
بارطاجيو مع احبابكم، مع جيرانكم، مع الاصدقاء ديالكم، ما تبخلوش عليا. الله يجزيكم بخير فضلا وليس امرا منكم. غتشدوا الشريحه، شوفي انت وشحال بغيتي ديال الشريحه، بغيتي ديري رابعه، بغيتي ديري نص كيلو، ولكن خاصها تكون في الثلاجه. وقبل ما تكون في الثلاجه غتجيبي الشريحه، غتغسليها من داك الغبار اللي كتكون فيها، وغتنشفيها شويه، وغديريها في الكسكاس تفور. هذه اول حاجه. غتحيدي لها واحد كيكون فيها واحد داك الرويز ديالها اللي كيكون قاصح، غتحيدي وغديريها تفور. منين غتفور هاد الشريحه هنا بيت القاصد كما كنقولوا، غديري مع هاد المكون. وكنقول على قولي انايا، هاد الوصفه هادي ما كايناش واقيلا في اليوتيوب، وهذه عطاتها ليا الطبيبه ديالي اللي دكتوره، قالت لي ديري هادي وغادي تعرفي المنافع ديالها اشنو كيعطيو. ملي غتفور ديك الشريحه غتحيديها من الكسكاس وغتحليها على جوج وخليها تبرد. هنا في هاد الوقيته غتكوني تي واخده الجنجلان، كنقولوا ليه السمسم. دابا ملي كيدخلوا عندي الاخوات ديالنا والاخوان ديالنا من تونس والجزائر تيقولوا لي كتبوي في التعاليق شنو هو الزنجلان. الزنجلان هو السمسم، والنافع هو اليانسون. انا دابا قلتها لكم باللغه العربيه. غتاخذوا الجنجلان، هاد الجنجلان غتكوني محمصاه واحد شي شويه وغطحنيه، وغتزيدي عليه حبه حلاوه. عقلوا مزيان، راه هذه مفيده مفيده مفيده. المهم جيبوا ورقه وستيله وقيدوا، انا غنمشي معكم شويه بشويه وغنعطيكم اليوم وصفات غذائيه صحيه ممتازه للصحه ديالكم، وعلى على تجربتي وعلى تقليدي. هذوك الشريحات غادي تعمريهم. ملي غتعمريهم غديريهم في طويصه اولا في شي قريعه ديال الدجاج، وهنا غتكبي عليهم زيت العود حتى يغمروا بزيت العود. هذه وصفه راه هي زوينه ولكن شويه واعره في الاكل ديالها، ولكن راه صحيه حبايبي، راه صحيه. ديروها وجربوها وردوا عليا في التعاليق. هذه النقطه الاولى، وهذه الوصفه الاولى اللي عطيتكم. عقلوا مزيان. الشريحه ملي غتفور غتحليها وغتعمريها بالزنجلان، يعني السمسم مطحون متحمص ومطحون، وغتزيدي عليها حبه حلاوه كما قلت لك. شوفي انت قياسك اللي غتعمري به هاد تشري واحد رابعه ديال الجنجلان ولا هذا وجهدو غادي يكون. ملي غادي تطحن تبارك الله غادي يولي واحد الكميه، وحبه حلاوه واحد 4 المعالق ديال حبه حلاوه غتخلطيهم وغتزيديهم عليها حتى هي غتكون حتى هي محمصه ومطحونه، وغتغمريهم بزيت العود وغتغلقيها وتحطيها عندك في الثلاجه باش ما تصوفش، لان الشريحه اللي غتفور وبقات على برا ودابا الصدر يمكن تصوف لك. هاد الشريحه هادي كل صباح غتاخدي واحد 2 ولا وحيده على قديتي، وفي الليل ملي تبغي تنعسي. وحاولي ما امكانك. انا دابا غنصحكم ولكن انا غنصح راسي. الناس اللي مدمنين على القهوه كحله في الصباح، انا مدمنه عليها. حاولوا ما تشربوش قهوه كحله في الصباح. يلا يا ربي حبيبي كي غادي يكون فيا راني دايرها، ولكن ديك القهوه في الصباح سبحان الله العظيم الا ما شربتش راسي كيبقى ضارني. غدوزوها باتاي، وانا اتاي الصباح كيجيب لي الدوخه، وانتم شنو كتشربوا. المهم غير القهوه كحله في الصباح ما ديروهاش. هاد الشريحه اللي غتاخذوا في الصباح غتاخذوا معاها كويس ديال اتاي. وعقلي على هاد الوصفه الاولى اللي عطيتك. دابا غندوزو للوصفه الثانيه. واخا الصاد واخا الحراره ديريها وعلى حسابي. شنو هي؟ الشعير. هو الشعير قليل اللي كيجيب الشعير وكيعجنو مثلا في الخبز، يعني كيتعجن في الخبز مطحون بحال الطحين. خلي داك الشعير اللي كيكون فوق الخبز مقرصين به الخبز، لا ماشي هذاك، ماشي هكاك. الشعير اما مطحون غتعجنيه خبز، ولا ما عندكش ما قديتيش عليه غتشري دشيشه يعني البلبوله. هاد البلبوله حبيبتي غادي ديريها بحال الحسوه ديالك ديال الصباح. هذه ضروريه تكون عند المراه اللي من 45 ل 50 عام للفوق، ضروريه. ولو الصهد ولو الحراره تكون عندك ديك الزليفه الصغيره في الصباح. هذه كيفاش غطيب؟ هاد الشيشه هذه كتجيبها لاله واحد الطاوه ولا واحد الكاسرونه على ما قديتي نتيا، كتحكي فيها بصيله والماء باش غدوري. كديري البصله والماء كتخليهم كيغليو. ملي كيغليو كتجيبي داك القياس ديالك ديال الشيشه اللي غادي تدوري، وكتدوريها. كديري قريصه ديال الملح وكتخليها طيب حتى كطيب مزيان. وملي كطيب كتحسي بها طابت
ورطابت ما بقاتش قاصحه ديك الدجاجه هذيك الرقيوقه، غادي تزيدي عليها 2 كيسان ديال الزعتر. يعني الزعتر ملي غطيبيه غتاخدي منه جوج ديال الكيسان، غدوريها بالزعتر. ملي غدوريها بالزعتر غادي دوريها عاوتاني بواحد الكاس ولا 2 ديال الحليب، وتخليها تغلي 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 تغلي، وتطفي عليها وتحوزيها عندك في الثلاجه. هذا فطورك ديال الصباح. ولو الصيف قال لك راها مخيره وزوينه. هذه الا بغيتي تكسبي الصحه ديالك وبغيتي تعتني براسك وبغيتي تردي كما كنقولوا النور في وجهك والقوه للجسم ديالك. نمشيو للطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه وهي الحلبه. غتقولوا لي الصهد، واخا الصهد غنعطيكم معاها واحد الحاجه غديروها معاها وما غاديش تجيكم فيها الريحه. هاد الحلبه غادي ديريها في الماء، غتكون منقيه مغسوله. غتاخدي واحد كفيف هكايا ولا 2 معالق ولا 4 المعالق ديال الحلبه، وغديرهم في واحد القريعه وغتكبي عليهم الماء طايب، وغتزيدي عليهم واحد 2 معالق ديال النافع، يعني اليانسون النافع. هاد النافع هو اللي ما كيخليش ليها ديك الريحه المجهده، وهذا غادي يكون عندك هو المشروب ديالك. وشوفي دابا شحال عطيتك ديال الوصفات اللي طبيعيه وصحيه زوينه للذات ديالك، وما بخلتش عليك. ما بغيتش ندير لك انا كل حلقه غنعطيك فيها وصفه. عطيتك 3 الوصفات في هذا الفيديو هذا. ديريهم، ديري الرياضه، سيري للبحر، تمشي. الناس اللي غتقول لي البحر والعومان، عومي واخا حتى بحوايجك يضربوا فيك داك الامواج. ما شغلكش انت في الناس. انت بغيتي صحتك، بغيتي الوقايه الركابي ديالك يضرب فيهم داك الامواج وتاخدي داك الشميشه. وهذا الشيء اللي قلت لك راه زوين وراني كنديرو، والحمد لله والشكر لله. والله العظيم ما سوني حلو. في البارح مشيت للبحر، جيت بركابيه الا مخير. علاش؟ داك الماء ديال البحر وديك الشميشه وديك الرمله السخونه يعني عطات واحد النتيجه. وبهذا الشيء دابا اللي كنديرو، هذا الشيء ديال الاعشاب وهاد التغذيه اللي عندنا في الدار صحيه ممتازه 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 للصحه ديالنا. حافظوا على صحتكم، حافظوا على داك الفيتامين دي اللي كينقص في الصحه، حافظوا على الكولاجين اللي كينقص في الصحه، حافظوا على الاستروجين اللي كينقص لنا في الصحه، اللي كيعطي الذاكره. الاستروجين اللي كيقل من الذات راه هو اللي كيتحكم لنا في الذاكره، كيتحكم في المخ والخوف والنسيان. عنده واحد العوامل كثيره وكبيره في الصحه ديالنا. الى الصحه ديالنا قل منها هذا الاستروجين، هنا حميو راسكم وتهلاو في راسكم باش تعيشوا. لان الصحه كما كنقول لكم ما عندهاش ثمن. وسبحان الله العظيم كنبغيو نعيشوا، كنبغيو نكونوا بصحه جيده، وكنبغيو نلبسوا، كنبغيو نخرجوا، كنبغيو نسافروا، كنبغيو. ولكن ملي كتوصل بك واحد المرحله اللي كتكون فيك واحد الاعراض اللي كتضرك في الصحه ديالك، كتبقاي غير كتشوفي وكتقولي يا ريت انا كنت باقا بالصحه ديالي ونمشي ونوض ونطلع في الدروج وننقز ونمشي لهنا ونمشي لهنا ونمشي لهنا. تهلاو في راسكم كما كنقول لكم. وانا جبت لكم هاد النصائح زوينه وهاد التغذيه اللي هي زوينه وعندنا في الدار. ديروها وجربوها وردوا عليا. كنتمنى لكم يا ربي صحه جيده وطول العمر، وخليكم على خير. الفيديو الجاي ان شاء الله يا رب.